الحقيقة مش عارف إيه اللي يخلي شخص يروح يدفع 250 ألف دولار علشان يشوف حطام سفينة تايتانيك، مع إن الحوار كله كان ممكن يخلص بفيلم وثائقي من يوتيوب ومش هيكلفه أكتر من نص دولار إنترنت. الغواصة تيتان، الرحلة الأخيرة واللي كلنا سمعنا عنها ما كانتش الأولى ليها، لا ده بقالهم سنة كاملة بيعملوا رحلات لنفس الغرض وهو استكشاف حطام تايتانيك. الحقيقة ان المرعب واللي مش قادر افهمه هو ان ازاي ان كل اللي شارك في المهمة دي كان واثق في امانها، مع ان الواضح عكس كده تماما، لان ابسط حاجة الغواصة مش بتتفتح من جوه، يعني لو في خطر او ساءت الظروف فمش هتقدر تخرج منها الا لما حد من بره يخرجها، ده غير ان التحكم في الغواصة بيكون عن طريق دراع بلاي ستيشن. الاكل والاكسجين اللي معاهم ما يكفيش اكتر من 24 ساعة، يعني في حالة وجود اي عطل ولو صغير شكرا انت كده مت تقريبا. تخيل عرفوا ده كله وبرضه اخدوا القرار انهم يجربوا المغامرة دي. الشركة المسؤولة نفسها قبل اي رحلة بتجيب المشاركين وتخليهم يمضوا اقرار على نفسهم يخلوا فيه مسؤولية الشركة عن اي حاجة ممكن تحصل لهم خلال فترة الغوص. يعني الموضوع مربك ومقلق قوي. انا معاك ان كتير جدا كان عاقل ورفض يشارك وكلنا شفناهم في الاخبار، كان ابرزهم مستر بيست اللي الشركة بعتت له دعوة وقال لهم لا الحوار ده مش امان، وفي برضه اللي اخد قرار المشاركة وتراجع، لدرجة ان الشركة عملت خصومات وصلت ل 100 ألف دولار على الرحلة، بس ما حدش من اللي هيشاركوا يتراجع. المفترض ان الغواصة تقدر توصل بامان لحد عمق 5000 متر، وبالتالي سهل توصل لحطام تايتانيك على عمق 3800 متر، لكن الواضح ان ده ما حصلش في اخر رحلة. الرحلة كان مقدر ليها وقت ساعتين، وبعد ما عدى الوقت وانقطع الاتصال بالغواصة بدأت السلطات تتحرك فورا، ولكن طبعا لان مفيش وقت الاكسجين وارد في اي وقت انه يخلص. بعد محاولات كتير جه دور اخر عمليه انقاذ وسموها الفرصه الاخيره. التقديرات الاوليه قالت ان ممكن يكون الغواصه علقه على بعد 4000 متر، وبالتالي بدا يتم تجهيز معدات البحث ومنها نائلات عسكريه ورافعات ومعدات تقيله قادره انها توصل لعمق 5000 متر، ودي بالمناسبه اعمق عمليه انقاذ في التاريخ. شارك في العمليه دي بعض الدول منها امريكا وكندا اللي شاركوا بطيارات فيها سونار قادره على استكشاف اماكن وجود الغواصات. كان في سيناريوهات كتير جدا قدام عملية الإنقاذ دي، إما إن الغواصة طفت على المية وزي ما قلنا الغواصة مش بتتفتح غير من بره بس، ودور الإنقاذ هو فتح الغواصة ونقل المشاركين في الرحلة. السيناريو بقى التاني وهو وجود الغواصة على عمق المحيط، واللي سواء كانت بحالتها أو محطمة، وفي الحالتين ما كانتش هتفرق، لأن حتى مع وصول الإنقاذ ليها كانت هتحتاج 15 ساعة استكشاف، وطبعا ما يقدروش يفتحوا عليهم وهم على العمق ده، وخلال الفترة دي الأكسجين حتما هيكون خلص من الغواصة وهيموت المشاركين. بعد العملية دي طلع خبر السواحل الأمريكية قالوا إنهم لقوا بواقي حطام بالقرب من مكان سفينة تايتانيك، لكنهم ما وضحوش بواقي إيه بالظبط، وقالوا خلال ساعات هنعلن عن التفاصيل. وفعلا يوم الخميس طلعوا وضحوا كل حاجة وقالوا إن الغواصة انفجرت على بعد 1600 قدم من حطام سفينة تايتانيك، وده نتيجة لعدم تحمل هيكلها الخارجي لضغط المية الكبير في العمق ده. ولو مش مدرك حجم الضغط ده وخطورته فيكفينا أقول لك إن تسرب نقطة مية واحدة في العمق ده لداخل الغواصة قادرة انها تخليها تنفجر تماما، وده اللي حصل بالفعل مع الغواصة تيتان، عشان يروح ضحيتها 5 افراد، وهم رجل اعمال بريطاني من اصل باكستاني واسمه شهرزادة داوود، وكمان ابنه سليمان، والمستكشف الفرنسي وخبير تايتانيك بول هنري، بالاضافة لستوكتور راش الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للغواصة. وده بقى حكايته حكاية، لان مرات الراجل ده تبقى ويندي راش، ودي جدتها وجدها كانوا من ضحايا تايتانيك، يعني كده تايتانيك اخدت منها جدها وجدتها وجوزها. اخر حاجه هلفت نظرك ليها يا سيدي هو مسلسل الكرتون سيمبسون. هتقول لي ايه العلاقه؟ هقول لك المسلسل ده زي ما توقع احداث كتيره جدا خطيره، زي توقعهم لوجود فيروس خطير هيجتاح العالم قدر يتوقع حادث الغواصه. في الحلقه العاشره الجزء 17 الحلقه كانت بتحكي عن رحله بغواصه هيقوم بيها اب وابنه، وده اللي حصل زي ما ذكرنا بالفعل. الغواصه كان فيها الاب الباكستاني وابنه، ولما بينزلوا للمحيط بيظهر قدامهم سفينة. الموضوع مرعب، وده مش أول ولا تاني توقع، ده عشرات التوقعات اللي بتيجي في الجول. لحد هنا خلصت حلقتنا، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بإعجاب وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية.